وزي ما انتوا شفتوا كده، احنا النهارده هنتكلم عن كارثة بنعملها الأطفال. وهي العنف الأسري. هنتكلم النهارده عن العنف الأسري وإيه الكوارث اللي بيخليها تفضل مع الطفل لحد ما يكبر. أول حاجة، العنف الأسري بيسبب أمراض نفسية، بمعنى يخلي الطفل دايما عنده قلق، عنده اكتئاب، انطوائي، طبعا اضطرابات ما بعد الصدمة. والعنف المستمر ده بيخلي الطفل دايما ما عندوش ثقة في نفسه ودايما مش حاسس بالأمان. تاني حاجة، بيعمل مشاكل سلوكية. الطفل دايما سلوكياته بتتغير، دايما بيقلد اللي بيتعمل فيه. يعني هنا أهله بيضربوه، بيعمل ده مع أصحابه في المدرسة الأضعف منه، أو الحيوان اللي ضعيف اللي مش قادر يرد عليه. فالطفل يا إما بيبقى عدواني هو كمان، يا إما بيبقى انطوائي ودايما خايف وقاعد لوحده وخايف يعمل أي صداقة علشان محدش يقرب. طب العنف بيعمل ايه تاني؟ عندنا كمان مشاكل تعليمية، بمعنى ان الطفل دايما هيبقى مش مركز، وده طبعا هيخلي يحصل عنده تراجع في معدله الدراسي. بيعمل دايما مشاكل صحية زي اضطراب النوم، الصداع المزمن، آلام المعدة. وطبعا العنف المستمر بيعمل مشاكل جسدية خطيرة جدا، وطبعا بيعمل مشاكل في علاقاته الاجتماعية. الطفل مش هيعرف يروح يتكلم مع حد، هيخاف دايما انه يتعامل مع الناس، ودايما هيتعامل يا اما باسلوب وحش قوي، يا اما هيبقى منطوي وقاعد لوحده. وهيتعرض للسلوكيات الخطر، وهي التدخين، المخدرات، الكحوليات، وممكن ان هو يتحط في انشطه اجراميه. طب تيجي تسالني تقولي بقى، هي المشاكل دي هتخلص لما الطفل مثلا يوصل لمرحله وسن المراهقه، او خلاص لما المرحله اللي هو كان بيتعرض فيها للعنف دي هتعدي؟ لا طبعا. العنف بيعمل مشاكل طويلة الأمد بتفضل مع الطفل من وهو صغير لحد ما يكبر ويوصل لسن البلوغ والرشد. وطبعا كل ما الطفل ما بيكبر مشاكله بتكبر معاه، فالاضطرابات اللي كانت بتحصل له هتفضل متكررة بشكل أكبر، زي القلق والاكتئاب، إحساس دايما إن هو عايز ينتحر، يا إما هيبقى عدواني بشكل غير طبيعي. وبيتبني على ده إيه؟ علاقات شخصية متضررة، هو مش عارف أصلا يعمل علاقات في حياته، مش قادر يعمل علاقة واحدة صح. وكمان مشاكل صحية مزمنة زي السكر، زي القلب، زي اضطرابات النوم، والكبيرة طبعا مشاكل الجهاز الهضمي. وبيظهر عليه سلوكيات إدمانية، هيروح يتعاطى المخدرات أو الكحوليات علشان هو فاكر إن هو كده بيغطي على آلامه النفسية. وطبعا كل ده هيقابله صعوبات في العمل، هو مش هيقدر اصلا يعمل كارير لنفسه، مش هيقدر يحقق حاجه في شغله لان هو دايما تايه ومش مركز. ومعظمهم بيوصلوا ان هم بيبقوا نفس النسخه اللي كانوا بيخافوا منها، اللي هو هيطبق العنف اللي اتعرض له وهو صغير على عياله لما يكبر. يا اما هيبقى عنده انخفاض في تقدير ذاته، هيفضل دايما شايف انه قليل، دايما ما عندوش ثقه في نفسه، دايما مش قادر يحقق حاجه، دايما شايف انه انسان فاشل. وهتفضل ملازماه الكوابيس والارق، وهي دي اللي احنا بنخش فيها في اضطرابات النوم، ان هو بيوصل لمرحله ان هو مش قادر اصلا ينام. فالعنف الاسري علشان الطفل يتعالج منه او الشخص يتعالج منه لازم له وقت طويل جدا 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 من العلاج النفسي والبيئه الامنه عشان نقدر نقول ان الشخص ده تعافى من اللي حصل له وهو صغير. بس انا عندي سؤال واحد، هو احنا ليه بنعمل كده في اطفالنا؟ سلام.